نعمل seated hip adduction على الماشين. تمرين مهم واغلب الناس بتعمله. طيب التمرين ده هدفه تقوية العضلات اللي بنسميها الهيب ادكتور زي ما هو باين في الصورة. طيب في بعض الابروتش بتقول ان التمرين ده عزل للعضلات عشان قوة العضلة نفسها وشكلها الجمالي في الحتة دي بس، وفي بعض الابروتش بتقول ان التمرين ده فانكشنال بيساعد في تقوية وتحسين انماط الحركة ومساعدة في اداء الانشطة اليومية ومتطلبات بعض الرياضات. طيب خلينا متفقين ان الاتنين صح، وده على حسب هدفك طبعا من التمرين اللي انت بتتمرنه. خلينا نشوف العضلات المستهدفة والتحليل الحركي مع بعض. طيب هنا عندنا في التمرينة دي 5 عضلات بيشتغلوا معايا، اللي هما الادكتور ماجنوس والبيكتينس والادكتور بريفيس والادكتور لونجس والجارسلس. مجموعة العضلات دي مهمة في ممارسة بعض الرياضات المختلفة زي مثلا تمرين السباحة والسباقات، ده غير انها بتساعد على تثبيت الحوض والركبة في تمرين زي تمرين الجري. والحركة هنا طبعا اسمها هيب ادكشن. طيب ممكن الضعف في العضلات دي تعمل تغيرات في الميكانيكا الحيوية البايوميكانيك بتاعك، وبعض الحالات كمان ممكن تكون سبب ان هي تبقى سبب للإصابة. طبعا عشان تعرف أداء صحيح والتشريح لكل تمرينة